جوزي بيعمل طحينة خطيرة، فقررت استغل الفرصة واصور لكم واقول لكم اعملها ازاي. دي طحينة خام. ابتدينا نحط الكمية اللي احنا محتاجينها وابتدينا نخففها بمية دافية. احنا عايزين نوصل للتكستشر معين، بعد ما نوصل له نبدأ بقى نزود المكونات التانية. هنا ابتدينا نقلب ونحط مية دافية لغاية ما وصلنا للخليط ده احنا عايزينه كده، مش تقيل ومش خفيف، وحسينا ان احنا عايزين نزود طحينة كمان فزودنا. وبعد كده ابتدينا بقى على المكونات بتاعتها، نزلنا بمعلقة خل. الخل بقى اللي هيوصلها للتكستشر اللي احنا محتاجينه فعلا. ابتدينا نقلب كويس جدا. عايزه اقول لكم ان انا حاطه لكم الكميات كلها في الكابشن، فمش هيفوتكم حاجه. هنا ابتدى خلاص يحس انه وصل للتكستشر اللي هو عايزه، فابتدى يحط اخر نقطتين خل وقلبها كويس جدا لغايه ما خلاص كده وصلنا للقوام اللي احنا محتاجينه. هو ده القوام اللي احنا محتاجينه للطحينه بتاعتنا. بعد كده ابتدينا بعد خلاص ما وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه، ابتدينا نحط التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتها 3 حاجات: ملح وكمون وشطة بس. وعلى فكرة الشطة إجباري مش اختياري، هي اللي هتديها سنة اللذعة كده، والكمون هو من أهم مكوناتها. بعد كده بعد ما حطينا خلاص الملح والكمون والشطة، برضو هنقلب كويس جدا. احنا عايزين نتأكد ان لا ولا الطحينة مكتلة ولا التوابل مكتلة. اخر حاجة معلقة توم مفروم صغير، ونرجع نقلب برضو كويس جدا علشان ندوب التوم، ندوب التوابل كلها وتبقى كلها كده مزيج واحد، يعني كلها داخلة في بعضها. ما نجيش واحنا بناكلها نحس ان في اي توابل بتقرمش، ولا حتة توم لسه مش دايبة، ولا هي فيها حتة مكتلة. بنقلب كويس قوي. خلاص كده خلاص خلصناها، وصلنا للتكستشر اللي احنا عايزينه كده. الطحينة جاهزة معانا جنب اي اكل بقى، جنب اكلة سمك، جنب اي اكلة انتوا عايزينها.